السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده خليني كده احكي لكم قصة او حكاية يعني من الحكايات اللي حصلت في البورصة. قصة هتحس فيها حاجات كتير بتحصل، وازاي تعرف برضه تستفيد بيها في لو انت مستثمر جديد او حتى مستثمر بقالك فترة، وتعدل ازاي من استراتيجياتك او تغير من اسلوب تفكيرك في بعض الاحيان عشان تقدر تكسب من البورصه، وما تبقاش البورصه دي على طول ستريس عليك او مشكله انت حاسس ان هي يعني بيردن عليك، حاسس ان هي مشكله اكتر من ان هي مجال للاستثمار او مجال للشغل يعني. فاللي فاكر بقى منكم او اللي جديد في البورصه، بس خلينا نحكي على القصه من الاول. يعني في 2005 كانت بدأت شوية كده طروحات في مصر زي سيدي كرير وأموك، وآخر 2005 وأوائل 2006 كان مسار اتصالات. كان عندنا مستثمر كده جميل برضو زي حالة كتير منكم والناس الجديدة اللي أول مرة يسمع عن البورصة، سواء في التلفزيون أو سواء من واحد صاحبه أو سواء من جروبات. كانش فيه طبعا ساعتها جروبات الإنترنت وجروبات، قصدي فيسبوك والحاجات السوشيال ميديا دي. كانت ساعتها كان في 2005 والكلام ده كان المنتديات أكتر. المنتديات ده كان الناس بتكتب مشاركات وترد على بعض كده، بس ما كانش فيه طبعا لسه الجروبات بتاع الفيسبوك والحاجات دي. كانت الناس تتكلم في البالتوك أو الآي سي كيو وحاجات كده زي غرف دردشة وكده. كانش فيه لسه الجروبات بتاع الفيسبوك والحاجات دي. فالمهم في 2005 كان في شويه طروحات كده وكانت بتكسب، والناس كانت لسه بتجذب انتباه البورصه، يعني الحكومه بتجذب انتباه الناس للبورصه. فكان مستثمر صاحبنا كده جميل برضه سمع عن الموضوع من حد من القرايب والاصدقاء، يعني قال له ده في حاجه اسمها اكتتاب، وتخش وتشتري اسهم بسعر وتخش بعد كده البورصه تكسب وتبيعها بسعر اعلى وما اعرفش ايه. الراجل بتاعنا ده تحمس، كان شاب كده عنده 22 23 سنه، تحمس للموضوع ودخل فعلا اكتتاب اموك اللي هي اسكندريه الزيوت المعدنيه. وبعد كده الاكتتاب نجح والسعر بقى كويس في السوق اكتر 30 ولا 25%، وباع واتبسط شويه. وبعد كده نزل اكتتاب المصرية اتصالات، وده كان تم الترويج ليه بقوه شديده في الميديا بقى في التلفزيون ساعتها والحق والمصرية اتصالات. طبعا الحكومه كانت هتستفيد لانها كانت هتبيع جزء من المصرية اتصالات للناس يعني، فكانت بتحمس الشعب عشان يبدا يشتري. وقال لك بص على كتاب سيدي كرير وبص على كتاب اموك وهتلاقي الناس بتكسب وزي الفل. المهم برضو الناس كتير قوي حصل زخم كبير على كتاب مصرية اتصالات، تقريبا كان ب 15 جنيه وربع او نص حاجه كده. والمهم الاكتتاب اتغطى كذا مره ونزل السهم السوق، وصاحبنا ده دخل طبعا في كتاب مصرية اتصالات، لم فلوس كتير كده وراح حاططها في الاكتتاب. ساعتها التخصيص ما كانش قوي قوي في مصرية اتصالات، لان كان عدد الاكتتاب المطلوب الاسهم كتير. فالسهم عالي جدا في اول يوم تداول، وصل ل 30 جنيه. فالناس ايه ده يا عم، ده مكسب 100%. وبعد كده السهم فضل ينزل شويه 27 25 24 23 22. المهم الاكتساب نجح زي ما قلنا، واتخطى كذا مره، والفلوس كانت كتير قوي اللي مردوده للناس. فطبعا كانت اللعبه هنا ازاي يروجوا للبورصه بصفه عامه، ان الناس شافت بقى السهم بيعلى وما اعرفش ايه. طبعا السهم المصرية اتصالات في الوقت ده كان فضل ماسك نفسه في العشرينات شويه، بعد كده طبعا انهار ونزل تحت خالص، وصل لغايه 9 جنيه و10 جنيه بعدها بسنين يعني. وفي ناس بقى طبعا اللي فضل محتفظ خسر، واللي قاعد يقول لك ده انا بعت التاكسي، يقول لك ده انا بعت الشقه وبعت الارض وما اعرفش ايه. المشكله مش في الاكتتاب على قد حاله، لان زي ما قلنا التخصيص ساعتها ما كانش كبير. ولكن الناس لما ترد لها الفلوس بصوا على السوق يومين ثلاثه اربعه، ولقوا ان في اسهم عماله تعلى كل يوم اخضر كل يوم اخضر، والسهم النهارده بخمسه، بكره بسته، بكره بعده بسبعه. فالناس قالت لك ده في يا عم البورصه دي يعني ده ميغا، يعني خش اغرف وعبي زي ما انت عايز. ساعتها كان اشهر بقى الاسهم العربيه حليجه على عز حديد على نساجون على كرير على اموك على معرفش الاسهم كانت حرفيا بتعلى في اليوم من 5 ل 6% وارتفاعات مستمره. ده تقريبا في كان شهر يناير وفبراير 2006. صاحبنا برضو مع الناس دي طبعا، هو داخل المجال لا هو قرا ولا هو عارف ولا هو اتعلم ولا حاجه، شايف كل يوم يفتح الموقع بتاع البورصه. ساعتها برضو ما كانش فيه بقى الحاجات اللي دلوقتي، الحاجات دي حتى الاوردرات كانت بتتكتب على ورق، وكنت بتمضي على كل ورقه وما اعرفش ايه. وكان الامضاء ساعات اوردرات بالتليفون لازم تكون برضو عند الاوردرات على بياض لشركه السمسره. المهم الناس لقت الاسهم بتعلى، ومنهم صاحبنا، والدنيا حلوه، والناس خش ابو خمسه يبقى بكره بسته
وبعده ب7. وهو اصلا لو الناس بصت هيلاقوا مثلا سهم كان زي النساجون وحديد عز وعربيه حليج، دول كانوا مثلا في الايام دي كانوا طالعين بنسب خرافيه 300% و400% و500%، بس الناس فاكره ان الموضوع مكمل على طول. ولكن دي طبعا كانت اكبر مصيده للناس الجدد، او زي ما بنقول كان بنسميها بول تراب، اللي هي اكبر مصيده للمشترين حصلت تقريبا في البورصه المصريه على مدار ال20 سنه اللي فاتت. هو مصيده المصريه للاتصالات. دخل السهم، دخلت سيوله كبيره جدا للسوق، رفعت اسهم كتير جدا. الناس بدات تحس ان الموضوع مجدي فعلا، دخلوا بقى وكل الفلوس اللي اتردت لهم من الاكتتاب راحوا مدخلينها بقى، شايلين بقى اسهم تانية كتير، عربيه حليج، على عز، على النيل حليج، على ما اعرفش ايه، على سودك ده يا جماعه كان ب 2 جنيه يعني، اللي فاكر هو هيرمس طبعا كانت كبيره جدا، وراسكوم، وتقريبا كان في موبينيل كمان في 2005 و2006. كان سودك، انا فاكر سودك ده والله العظيم بالظبط كان ب 2 جنيه، طلع لغايه 200 جنيه. بس ما علينا. المهم الناس قعدت تشتري في الاسهم عموما، وهوب يا باشا جه بعد فبراير كده ولا مارس، وراح السع انهيار كامل للاسهم والبورصه بصفه عامه. المؤشر انهار، الاسهم انهارت، نزول اسهم اكتر من 100%. الناس خسرت خسائر مهوله في 2006، مش عشان البورصه نزلت بحد كبير، لكن العامل الاكبر في الموضوع ده كان ان الناس كلها جديده، ما عندهاش اي درايه ولا اي خبره، ولا في بقى الحاجات اللي بتثقف الناس زي دلوقتي. كان لازم عشان تروح تتعلم دي لازم تروح تقعد في شركه سمسره تتعلم بقى وتقرا وتعرف عشان تفهم يعني. والتعليم كان صعب، مش زي دلوقتي الحاجات ماتيريال متاحه كتير على السوشيال ميديا، على اليوتيوب. طبعا في ماتيريال بايظه وماتيريال محترمه، ولكن كان على الاقل في ماتيريال انت ممكن بعد كده تنقي وتختار، لكن زمان اصلا ما كانش في حاجه ده يقول لك حاجه يعني. المهم صاحبنا ده دخل يا جماعه بمبلغ بقى كان لمه كده من فلوس بقى ورث مامته، على ما اعرفش ايه، على شويه فلوس كان بايع شقه، على فلوس جوازه بقى اللي هو كان بيتجوز ساعتها اخونا ده، وهوب برضه راح مخبوط بيه خبطه رهيبه، خسر حوالي 70% من راس ماله. ساعتها صاحبنا ده كان في شركه سمسره، وقرر ان هو يغيرها ويروح شركه تانية. انا فاكر عربيه حليج في الوقت ده كان ب 32 جنيه تقريبا. عربيه حليج بعد كده وصل 5 جنيه ولا 4 جنيه حاجه كده يعني. بس فضل نازل بقى تدريجيا يعني، هو قشط 18 16 15 وهكذا لغايه ما راح في داهيه يعني. المهم ناس كتير قوي خسرت في انهيار 2006، وناس طبعا لكودت، وناس طبعا ده اللي بقول لكم عليه، اللي هو الناس اللي هي شغاله، اللي بقى اللي ما تمش شد رجولها كمان لموضوع المارجن، وانت تشتغل بقروض وتسهيلات وكده. الناس اللي كانت شغاله بفلوسها خسرت 70 80% من فلوسها. الناس اللي شغاله بمارجن لا، دول طلعوا بدري لكودوا من بدري، وطلعوا مديونين من البورصه. وبقى الناس اللي هي عندها في الذاكره بتاعتها الحق ده فلوس الحق يا عم اكسلانس، فلوسك خسرت في القطن في البورصه انهار بالظبط. الناس ساعتها والله انا كنت بشوف في شركات السمسره كانت ناس بتصرخ وناس بتعيط وناس بيغمى عليها، لان فعلا الخسائر كانت مهوله. اليوم الواحد كان بيطير منه فعلا 10 ل 15% من فلوسك، اجمالي فلوسك. ناس بقى كانت شقه عمرها في الخليج، على ناس بايعه فعلا اراضي وحاجات، فكان انهيار رهيب جدا في الوقت ده. صاحبنا بقى خد الفلوس اللي باقيه معاه، كان تقريبا داخل بحوالي قرب ال 100,000 جنيه، بقى معاه 18 19,000 جنيه، راح واخدهم ايام 2005 و2006. كانت دي فلوس يعني مش عشوه يعني. المهم خد الفلوس وحطها في شركه تانية كانت بايونيرز على ما اعتقد، وبعد كده ايه بدأ بقى يحضر الجلسات، كان عنده شويه وقت بدأ يحضر الجلسات. وهناك كان في راوند تيبلز كده، كانت زي يعني ترابيزات وعليها شاشه واكتر من شاشه، والناس بتقعد تتابع التنفيذات على تقريبا كانت شاشه مباشر، اكتر واحده مشهوره كانت مباشر روميست ساعتها. الناس تتابع البتاع التنفيذات. فكان معاه اكتر من حد بقى عندهم خبره، فبدا بقى يسال فلان وايه الكلام ده، ايه الحاجات دي، وايه التنفيذات دي، ومعناها ايه لما واحد يشتري بالكميه دي، ومعناها ايه، الاخبار تاثر ازاي على السهم، والسهم ده اصلا عباره عن ايه، والشركه دي عباره عن ايه، وهل دي شركه بتشتغل في مجال ايه، وايه المتوقع للمجال. الموضوع الحاجات بقى اللي احنا عمالين نتكلم عنها، انك لما تيجي تشتري سهم الشركه لازم تعرف الشركه دي بتعمل ايه وبتسوي ايه وفي قطاع ايه، والقطاع ده هيطلع ولا اي نعم. احنا
احنا بنتكلم كتير ان السوق المصري مش سوق منطقي، ما بيخضعش دايما للحاجات المنطقيه، ولكن انت لازم تعمل بالاسباب، لان فعلا ساعات لما هتجرب انك شغال بان انت تمشي مع الاسباب والتحليل العادي الفاندمنتال العادي وتحلل الاخبار وكده، بغض النظر عن التحليل الفني، لان انا نفسي مش بستخدمه، لان انا مش شورت تيرم ولا حتى مضارب، الا في حالات قصيره يعني او فترات قصيره لما بكون فاضي. ولكن انت دايما بتشتري الاتجاه بتاع السهم مع مستقبل الشركه. المهم صاحبنا ده دخل بايونيرز واتعرف على كام واحد كده، وقعدوا بقى يعلموا شويه يفهموا شويه إيه اللي بيحصل اللي بيجرى، السهم ده بيتاثر ازاي، ايه لما خبر حصل مشكله ازاي تشتري لما يحصل مثلا خبر سلبي فجأة، امتى تشتري، امتى تستنى، امتى تبيع، امتى تعمل. المهم هو اتعلم منهم شوية حاجات، ولكن رغم كل التعليم اللي اتعلمه ده برضه فضل المكسب طبعا، لان البورصة ما فضلتش تنهار على طول، طبعا وقعت لمستويات متدنية جدا، وبعدين بدأت تطلع بقى ايه، تتماسك، كان بدأت تطلع شوية شوية. المهم الفلوس اللي هو طبعا كانت معاه زادت، ولكن بنسبة قليلة جدا. وهنا برضو اجي اقول لكم على معلومه مهمه قوي في السوق المصري بالذات، او حقيقه يعني الناس كلها عارفاها على مدار السنين، ان المكسب الحقيقي في البورصه بغض النظر عن التحليل والكلام ده، المكسب الحقيقي هو من العلاقات، او انك تعرف معلومه من حد ثقه، او تعرف او تكون واثق 100% بقى من تحليلك لاخبار معينه، انك شفت سهم مثلا خد طريق الفلاني، فبتشوف سهم بيتكرر معاه نفس الطريق، فبتقول السهم ده هيمشي كذا. يا جماعه انا شفت الموضوع ده قبل كده مره واثنين وثلاثه، والسهم مشي بنفس التراك، فانت بتبقى عندك درايه او ثقه الى حد كبير في ان السهم ده هيعمل شغل. المهم جت مع صاحبنا ده طبعا من المنتديات بتاعت الانترنت وما اعرفش ايه، بعد قعد يتعلم شويه بقى ليه معارف، واحد كلمه قال له في سهم كانش حد يعرفه تماما في الوقت ده، تقريبا كان في 2006، قال له السهم ده هيعمل مكسب كبير جدا، اشتريه وخليه معاك وما تبيعوش حتى لو صفر داون. السهم ده كان ساعتها 5%، كان سهم اسك للتعدين، كان بينفذ في اليوم كله 200 300 سهم، ما كانش حد يعرف عنه اي حاجه. انا حتى فاكر ان حتى التريدرز اللي كانوا في الشركات ما كانوش يعرفوه اصلا. صاحبنا خد المعلومه، راح للتريدر بتاع بايونيرز قال له عايز اشتري اسك للتعدين. التريدر ده قال له يا ابني السهم ده ما حدش اصلا، مين يا ابني ما حدش بيشتري السهم ده اصلا ولا يعرفه. قال له مالكش دعوه، اشتري بس السهم ده. معاك كام يا ابني؟ معاك 19000 جنيه، اشتري لي تقريبا 100 سهم. السهم كان تقريبا ب 100 او ب 100 وشويه. اشترى بالاسهم بتاعته كلها، بالفلوس بتاعته كلها اسك للتعدين. السهم دون شويه وطلع شويه وما اعرفش ايه، وكان طبعا زي ما بقولوا ان السهم كان مجهول تماما، لغايه ما السهم ساعتها السهم ده اسك للتعدين ده وصل في خلال سنه الى او اقل كمان في خلال شهور الى ما يوازي ال 180 او 170 جنيه السهم. زي ما بقول لكم، لا كان سوري، كان هو السهم كان بحوالي 180 جنيه، وصل لحوالي 1800 جنيه او 1200 1300. بعد كده كمل هو وعمل اكتتاب وتقسيم وما اعرفش ايه، والسهم فضل يعلى في الوقت ده وعلي جدا بعدها، والراجل عوض كل خسارته اللي خسرها وفوقيها مكسب كبير كمان. ولكن في الوقت ده اكتر حاجة استفادها غير المكسب اللي رجاله، ان عرف ان السوق الموضوع المعلومة فيه هو موضوع مهم جدا جدا. لو اتيحت لك معلومة من حد ثقة فده اقوى حاجة في البورصة او اقوى حاجة في الاستثمار عموما. وطبعا ساعات ما تبقاش متاحة للجميع، وللأسف تبقى متاحة ساعات لناس معينة عن ناس تانية لأ. ولكن المعلومة في السوق المصري من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن فعلا تشتري وتريح دماغك، وتشتري السهم وتشتري دماغك في نفس الوقت. انت لو عارف ان منفيس للأدوية مثلا في السنين الأخيرة دي او في اخر سنتين هو هيعمل 600 700%، انت تشتريه وتروح، مش ولا هتبص ولا هتعمل اي حاجة. انت عارف كده كده ان السهم طريقه اخضر يعني. دايما جهلك بالمعلومة او جهلك بان السهم ده اوله فين واخره فين هو اللي بيقع فيه ناس كتير في النص ما بين شراء وما بين بيع. انت ممكن تبص على الشارت بتاع سهم اخر سنة تلاقيه، او اخر سنتين تلاقيه عامل مكسب فوق. مثلا لو بصيت في ساندر تخش على سهم مثلا دولية محاصيل تلاقيه مثلا عامل مكسب 120% خلال سنة، وانت اشتريته واما كسبت 5% 10%، او اشتريته وخسران. طب انا بخسر ازاي وهو اصلا محصلة السنة
مكسب 120%. ده عشان التحرك الغلط. التحرك الغلط بيكون مصدره انك مش فاهم انت اشتريت السهم ده ليه، او مش فاهم انت على الاقل داخل على نقطه ايه وعايز تخرج على نقطه ايه، او انت اصلا مش عندك المعلومه. لان للاسف في ناس كتير جدا ما بتبقاش عارفه المعلومه، وناس كتير بتبقى عارفه المعلومه او حتى حد بيقولها على الانترنت، بس انت للاسف من كتر ما اتعاملت مع ناس مش ثقه بتبقى خايف تصدق المعلومه. الواحد طبعا بعد ما بعد كتير عن المجال وسافر وكده ما بقاش يقدر يوصل لناس كتير باللي ممكن يبقى عندهم معلومات مؤثرة، ولكن اول واحد بيجتهد برضو في الحصول على المعلومة انت شخصيا من تحليل الاسهم او تحليل الاخبار بتاعة الاسهم. صاحبنا المهم عوض الفلوس بتاعته وعوض الفلوس اللي خسرها، رجع جاب حاجات اللي كان باعها او اتصرف فيها عشان كان مزنوق فيها. وبعد كده بدأ بقى كان في الفترة دي استغلها في التعلم من الناس اللي بيقعد معاهم، والتعلم من بعض الأصدقاء التانيين، وطبعا بالقراية والتجارب والقراية مع من المصادر المتاحة. وبعد كده بدأ هو شخصيا بعدها بسنتين على تقريبا على 2007 في اولها او في نصها بدأ يكتب هو شخصيا في المنتديات، وبدأ يبقى ليه رؤية تحليلية ويبص على شوية اسهم ويشير للناس على بعض الفرص اللي عملت طفرات سعرية بعد كده، وكان ليها اثر ايجابي جدا في الناس، وكان مشهور جدا في المنتديات ساعتها باسم ساند فلاي. الراجل اللي بكلمكم عنه ده هو انا شخصيا. ديت اول